يوميا في هجمات ديال الذباب الالكتروني ديال ايتوب وحتى الاشخاص ديالهم في التعليقات كيقول لك المغرب تيريبوا ليكم، المغرب تيريبوا ليكم. المغرب تيريب الاحياء العشوائيه باش تيعاودها لتهيئه المدن. لكن اليوم غادي نشوفوا شي حوايج هما براسهم تيحاولوا يستروهم، ولكن الكاميرا فضحه كلشي. السلام عليكم، معكم سعاد نوفا وهذا فيديو جديد على زكارة بليس. بدايه شوفوا هذا الفيديو هذا. بسم الله. اسمح لي، هدية دارك صاحبي؟ هدية رمضان داري هو. لا اله الا الله محمد رسول الله. عندك 4 وعندي رفع دراري هو. هادو كاع تاعك هادو، الله يبارك ما شاء الله. فوق هذا الشيء عندي كاين بروبليم فوق هذا الشيء كاع، راني كيما يقول لك الدروك خويا راني مواطن بلا إقامة، حتى ما عندي من. وشوفوا حتى هذا الفيديو هذا. انا نطلبوا في سكنة برك، حابين نلموا ولادنا في ديار، حابين نلموا ولادنا في ديار ونقعدوا كيما الناس آلاز. رجالنا يخرجوا يخدموا ويجوا يلقاونا آلاز، ما يقعدوش حايرين علينا. شوفوا خاوتي، طلبنا غير دار نسطروا فيها، ما طلبناش المحال. شوفوا شوف دراري صغار ما راحوش يقراو. علاه اذا كيف ما شفنا ناس حرفيا ماشي ساكنين في لي بيدونفيل، مي ساكنين في ممكن تسميوها غار، ممكن تسميوها شي عجب كحل، لانه ما يمكنش نطلقوا عليه اسم ديال سكن كيعيش فيه انسان اللي عنده حقوق ديال البشر، لان حاشاكم الحيوان عندنا في المغرب ما يقدرش يعيش بحال هذا الشيء. ايضا كيهضروا لنا على الترياب، وراكم شفتوا الفيديو بلاتو، الفيديو الاول شفتوا الحاله المزريه اللي كيعيشوا فيها الناس تما. لكن في النقطه ديال الترياب في وهران هذه اكثر من 10 ايام والترياب عندهم بلا ما يقولوا لهم لا علاش ولا كيفاش. كاين هضره كتقول الفرنسيين هما مالين ديك الارض راجعين ليها كيطالبوا بها، كل واحد وشنو كيقول، والناس كتغوت في الشارع وما كاينش اللي يجاوبهم ولا يعطيهم راس الخيط. لكن عندنا حنا في المغرب هذوك اللي تريب ليهم راه كيتعوضوا، اللي جاو في الطريق ديال المشروع كيتعوضوا بالثمن ديال ديك الارض، اللي بانين عشوائي يعني مطرامين على الارض وتريب ليهم كيتعوضوا سواء ببقاع سواء بديزابارتمون. نتوما باش تتعوضوا طابقين عليكم الكذبه ديال السكن بالمجان، ما شفنا عندكم سكن بالمجان. باش كيف درنا المنهجيه ديال الذباب الالكتروني والاوامر والسكريبتات اللي كتوصلوا، راه منين كيخرج يدويو في الكومونتيرات في منشوراتهم في لايفاتهم في فيديوهاتهم على شي حاجه ويلصقوها للمغرب، عرفوها راه عندهم. وهذا الشيء راه ولينا حافظين هذيك الاستراتيجي ديالهم، وعبر السنين ولفنا هذا الشيء. الترياب عندكم والتشرد عندكم والجوع عندكم، حنا المواطن كيعيش بكرامه ولله الحمد، الله يدومها علينا نعمه. تحياتي.